نعم ياما. بسم الله ما شاء الله. ها؟ الضباع. يلا خدي لك دار يا دعاء، خدي لك دار. توكل على الله يا دعاء، يلا مش مسؤول اي كريستيان. شيل اي دار. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالي انت هنا جاي مستخبيه يا دعاء. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. احنا كده يا دعاء. هاتي كيس بس حطي على فيه الاول. احطها بالكيف سكه صفا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. وبارك يا رب. ازيكم اللي ما في ازيكم، وباذن الله انا مستنيه اشتراك حلو منكم. عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشني والله. انا عاوزه اقول لكم بقى اللي انا ربيت بط. هتقولوا لي ازاي؟ تعالوا بقى اما اقول لكم ازاي. بسم الله ما شاء الله كده، بالصلاه على النبي. كلنا طبعا بنجيب عيش، صح؟ وكلنا طبعا بيفض علينا عيش، بيفض علينا 5 ترغفة 10 ترغفة ايا كان. العيش ده ما تهدرش فيه ولا ترميه، لا نشفيه وعبيه في شكارة واركنيه. وطبعا احنا كفلاحين لما بنيجي نشتري رز ما بنشتريش بالكيلو، احنا بنشتري بالشكارة. يعني انا مثلا واحدة بخزن 4 5 شكاير. فطبعا كنا بنبيض الرز، فالرز بيطلع منه سرس. السرس ده برضو مرضتش اللي انا ابيعه، يعني انا كنت ممكن ابيعه واخد حقه، بس حقه هيروح فين؟ هيتصرف، مش هحس بيه. عندي السرس برضو حوالي 3 تبيضات كده. وقلت لا انا خلاص ايه، هشتري بط بإذن الله. طالما ربنا ميسرها وعندي حاجات متوفرة انا هشتري بط. هي الأزمة بس كانت في الأول علشان ايه؟ أكل العليقة والرد. انتوا عارفين طبعا العلف بقى غالي، ومحد مش هيفهم كلامي إلا الفلاحين اللي زي حالاتي أو اللي بيربوا طيور. هم عارفين اللي كيلو العليقة بقى بال25، كيلو السرس بقى بال6 جنيه ولا ال7 جنيه، كيلو العيش بقى بال10 جنيه. فعشان كده انا جمعت السرس والعيش، وقلت الحاجات الاولانية ديت مقدور عليها باذن الله، ربنا يعين. فجبت 10 بطات وربناهم. طبعا واحدة كانت في السوق بتقسط، بقى كل ما يفيض عليا حاجة ادها بط. 10 بطات مش بطيخات، تخش جوه يا ام كرش. فوالله الله يسترها، كانت ايه بتقسطني، يعني كل ما يفيض عليا حاجة بديها. وطبعا العليقة برضو هكذا، كنا بنشتري العليقة من دكان جملة. فصاحب الدكان برضو ايه، كان بيقسط علينا كل 10 ايام مثلا 100 جنيه 200 جنيه اللي بيفيض معانا. والحمد لله طلع مقلب زي العسل، زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله البطة في وش العادة يجيلها 5 كيلو. انا عاوزه اقولك اللي ما بيربيش ما بياكلش، والله العظيم اللي ما بيربيش ما بياكلش. بس انت شغلي دماغك، اي لقمه عيش فايضه عليكي ما ترميهاش، ما ترميهاش، ما تشحتيهاش. عيني نشفيها وعيني شويه سرس مكان البياض، نشفيهم وعينيهم. انتوا عارفين لدرجه ايه؟ اللي طبعا كلنا بنطبخ في بيوتنا، وبتبقى مني شويه رز بعد الاكل، لا شويه معرفش حبتين بسله مع حبتين لسان عصفور. انا الاكل ده كنت بجمعه في كيسة واحطه في الفريزر. شفتوا لدرجة ايه؟ وجبت عندي هنا فراخ، والفراخ برضو هكذا. يعني في الاول اكلتها عليقة، لما كبروا شوية وشدوا حيلهم بقيت افرفت لهم شوية عيش، اطلع لهم كيسة من اللي في الفريزر ديت على بيات تفك عشان تاني يوم اكلهم. وما شاء الله ما شاء الله بقى عندي الخير. فالتدبير مطلوب،
والحاجات التربية ديت مطلوب. والله العظيم اللي مربى ما بياكلش، بتاكله بكل حاجة، بس مش بنفس الطعم اللي احنا مربين بيه. عندك مثلا لو انت فلاحة وعندك شوية رز شعير، حط لهم شوية رز شعير. عندك برسيم في الغيط، هات لهم شوية برسيم. على فكرة يا جماعة، يعني في ناس بقى تقعد تقول فلاحين فلاحين فلاحين، الفلاحين ديت احسن ناس. والله العظيم عندهم الخير دايما ومستورين دايما. والست الجدعة اللي هي الفلاحة اللي بجد بتسرح وبتروح وبتيجي مع جوزها. كفاية اللي هي تشم شوية هوا نضيف في الغيط. كفاية اللي هي تشوف الشمس. كفاية شوية هتاخد شوية كالسيوم، هتغير جو. والله العظيم اللي قاعدين في بيوتهم بيجيلهم اكتئاب عن الفلاحين. الفلاحين ما عندهمش وقت بقى، اصل احنا قاعدين في بيوتنا فاضيين. يا دوبك البت راحت من الدرس، جت من الدرس، هناكل إيه النهارده، هنطبخ إيه النهارده. امال دمت ناس حياتهم عمليه. الله يعينهم على عيشتهم وعلى اكل عيشهم. انا عاوزه اقول لكم بقى، طبعا الدنيا كانت متبهدله، لان يوم التنظيف ده واللي بينظف برضه وبيربي طيور هو اللي عارف الكلام ده. الله يعينهم يا رب ويصلح حالهم ويوسع عليهم. ابويا عبد الرافع وام صباح وست الحاج. طبعا خلصنا تنظيف وقسمنا ووزنا، يعني احنا الحاجه بنقسمها ما بينا بالميزان. عشان ايه؟ ولا هم مثلا يقولوا ده انا خدت اكتر، ولا انا اقول ده خدوا اكتر. وسبحان الله، يعني احنا الاتنين نفسيتنا الحمد لله مسامحة، يعني الحمد لله. انا عاوزة اقول لكم اللي بعد ما بنخلص الحاجة ديت وعبينا في اكياس وكده، جه ابويا برضه الله يديه الصحة ويبارك له. انتوا عارفين اللي انا ابويا عنده توك توك، ما بيسيبنيش. يعني في اليوم ده ابويا مرضاش ينزل يشتغل في المحل، نزل يشتغل في البلد. وقال لي لا، طول ما انت هنا انا مش هروح المحل الا بيكي. فالمهم بقى ابويا جه خدني لميت حاجتي. وطبعا انا ما بروحش من عندهم فاضي نهائي. انا بروح شايله ومحمله زي ما انتم شايفين في التوك توك كده. يعني والله الله يوسع عليهم، خدت حاجتي وكفايه برضو اللي هم فاتحين لي دارهم. وبربي عندهم، مش شايله هم كنيس، مش شايله هم سطح مثلا هيقع عليا من الطيور، مش شايله هم حاجه. موالين الحاجه اكتر ما انا كنت هواليها. ربنا يا رب يفتحها بحسهم دايما ويجعلها عمر عليهم. وعاوزه اقول لك بقى حاجه، لما تيجي تطبخي الحاجه اللي انت مربيها ديت، بطه زي ديت هتيجي تشتريها تعمل لها 500 جنيه. انا بقى بعمل ايه؟ واي واحده فيكم تعمل ايه؟ لما تيجي تطبخي البطه بمقدرتك تعين 500 جنيه حق البطه على جنب عينيهم، علشان لما تيجي تربي بعد كده يبقى في ايدك الفلوس. يا ستي مش مقدرتك تعين 500 جنيه، عيني 200 جنيه، عيني 300 جنيه. عد انك جبتي فرخ بلاش بط. فاهماني؟ وهينفعوكي لما تيجي تربي مقلب تاني. يعني مفيش حاجة بخسارة، مفيش حاجة بخسارة، مفيش حاجة بخسارة. اللي يشغل دماغه هيعيش أحسن عيشة والله العظيم. معلش احنا بنصرف فلوسنا في ايه؟ البنت عايزة اندومي، لا الولد عاوز شيبسي، لا معرفش، حاجات تافهة، حاجات تافهة. احنا دلوقتي ربنا يعتبر من توفيرنا، من العيش والسرس، شوية برسيم، شوية رز شعير، شوية أكل بيتين عندك. يعني ربنا من بيتنا. انا طبعا في الاول ما كنتش عارفه ان انا عين حاجه، علشان خاطر العليقه والرده والدشيش ده كان بياخد مني فلوس. بس بعد كده لما جه بقى الدور على السرس والعيش، انا ما حسيتش بهم خالص، لانهم بقوا بياكلوا سرس وعيش حاجه متوفره. ما حسيتش بهم خالص. وباذن الله وقت ما باجي اطبخ حق البطه، والله العظيم انتوا لو اشتريتوا بطه من بره هتبقى بال500 جنيه وتعدي ال500 جنيه. يعني ما هو الكيلو بكام؟ ب120 مثلا. شوف البطة 5 كيلو بكام. ما شاء الله ما شاء الله، الصدر علو كده. فأنا عاوزة أقولك ال500 جنيه بقى اللي انتي كنت هتجيبي بهم فرخة أو هتشتري بهم البطة، عينهم على جنب. يا ستي مش مقدرتك تعيني ال500، خلوهم 300، خلوهم 250، خلوهم 200. المهم ما تقلليش عن كده. هيبقى قرش في ايدك وهينفعك بعد كده بقى، لو حبيتي تجيبي مقلب بط، مقلب فراخ، اي حاجة هتبقى في ايدك. والله العظيم بألف هنا وشفا. شوية بط يا ولاد يستاهلوا بقكم.
اتفضلوا معانا بقى يا حبايب قلبي. احنا كنا جايبين بقى 20، انا 10 وأم صباح 10. انا طبعا دبحت 5 المرة دي، وبإذن الله هدبح ال5 التانيين المرة الجاية، لان هما كانوا نوعين بط، نوع بغالي ونوع بط بكيمي. فاحنا دبحنا البكيمي الاول، يعني جايز كمان الكاميرا ظلماه مش باين اللي هو كبير، وسيبنا البغالي لان البغالي كل ما بتسيبيه ما شاء الله بيكبر اكتر، بتبقى البطة يجي 7 كيلو. فقلنا بقى نسيبه براحته طالما كده كده موجود ليه اكل وموجود ليه حاجات. وطبعا دخلنا مع الاكل بقى رز شعير، ما شاء الله مخلي لحمة الصدر حمرة دام تتاكل حف والله العظيم، ما شاء الله. هنا بقى يا جماعة احنا كنا خلصنا ولمينا اشيائنا، ولميت عيالي ولميت حاجتي ولميت نفسي، وشايلة ومحملة زي ما انتم شايفين كده في التوك توك. والله وابويا الله يبارك له الله يبارك له مرضاش يسيبني في اليوم ده. يعني انا كنت محملة في التوك توك ورا وقدام، ورا طبعا الدنيا ضلمة مفيش اي حاجة باينة زي ما انتم شايفين كده. روحنا بقى بالسلامة. انا عاوزة اقول لكم ان انا كنت برضو مروحة جاري، لان انا ما كنتش جهزت اكل لابو عمر. ابو عمر كان جاي من الشغل طبعا، وكان هيتعشى وانا ما كنتش جهزت له اكل. فانا اصلا بطبيعتي ما بحبش عين الكبده بتاع البط بالذات في الفريزر، فقلت اشوحها له كده بحته السمنه مع شويه رز، وياكلهم بألف هنا وشفا، هو بيحب الحاجات دي. جهزت له العشاء بتاعه واتضيرت انا بقى تاني، بعد ما غسلنا ونضفنا وطلع عينينا هناك، غسلت تاني لان انا بعين الحاجه نضيف، مع اننا غاسلين بليمون وملح وبدقيق وبكل حاجه، مفيش ريحته اي حاجه. بس انا برضو قلت عشان الطريق، على ما جينا من هناك لهنا صار الدم بتاع متعبي في كيسه كده، لا انا عيد برضو عليه غسيل. غسلته زي ما انتوا شايفين كده، غسلته برضو بليمون وبمية بيضة بقى عشان ما يبقاش ريحته حاجة، وقمت مطلعة بطة بطة عندها في الفريزر. ما شاء الله يعني جايز هنا واضح شوية. طبعا بصفي البطة زي ما انتم شايفين كده منظورها، عشان تعرفي ان البطة متنضفة صح منظورها ومفيش حصالة ولا في حاجة، صفيها من رقبتها، معنى كده اللي رقبتها سالكة مفيش ولا زور ولا في حصالة ولا في اي حاجة انت نسيها من جوه. وتمدي ايدك كده في قلب البطة، في قلب البطة تطلعي الفشة وتطلعي الحاجة منها. بص انا عارفة والله العظيم اللي انتوا اشطر مني، انا بكلمكم الفيديو ده للتوفير. طول ما انت مشغلة دماغك والله العظيم ما شاء الله هتاكلي احسن حاجة، هتاكلي احسن حاجة كده في بيتك. يعني بقول لكم انا اعتبر ربيته من مفيش، والحمد لله مقلب وعدى وعقبال المقلب التاني. انا عاوزه اقول لكم ان انا كنت خلاص متبهدله ومتفرهده، حتى شكلي مش هوريكم شكلي كمان لان انا كان شكلي ما يعلم به الا ربنا. كنت طالع عيني قايمه بدري ورحت البلد، وطبعا كنت استوقت من البلد كمان. وعلى ما رحنا دبحنا ونضفنا وطبخنا وكلنا وشلنا وروقنا كان خلاص ظهري هينكسر، والله ظهري هينكسر. والبط بياخد وقت كمان في التنظيف، يعني بيبقى مجدر من عند الرقبة كده، وطلع عينينا حرفيا والله العظيم يا جماعة. بس أنا مبسوطة الحمد لله بالنتيجة. ده بقى البط ده فلوس متحوشة، يعني أنا هعينه في الفريزر يبقى أنا كده محوشة فلوس بمعنى أصح. وقت ما أجي أذبح البطة أعين فلوس كأني اشتريت، هتنفعني بقى لأي ظروف، لأي ظروف. أربي مقلب بط تاني، اتزنقت في فلوس في حاجة لأي حاجة، لأي ظروف عديني ما كنتش مربية. بإذن الله ده اللي أنا هعمله، وعاوزاكم انتوا كمان تعملوا كده. احنا كنا يوم خميس، يعني هما كانوا قالوا لي اقدم معانا يوم الجمعة عشان نتغدى سوا. قلت لهم لا مش هقدر، انا عاوزة يوم الجمعة اقضيه عندي في البيت. فكنت طبعا استوقت، انتوا شايفين الطماطم ورا مني و... ولسه طبعا هعمل طماطم كمان بعد البط ده، يعني ظهري هينكسر هينكسر بمعنى اصح. ادعوا لي يا ولاد ربنا يعيني ويعينكم كده، قولوا يا رب. بس بصي يعني طول ما حاجتي بقى في الفريزر انا ببقى مرتاحه بعد كده، يعني تعب ساعه ولا كل ساعه.
هما طبعا برضو كانوا مدين لي بط لهم. اول ما جيت حطيت كيسة البط بتاعتهم، هما كانوا حاطينه في شكارة صغيرة كده. حطيت حاجتهم في الفريزر على طول مرة واحدة. بس انا طبعا طلعت عشان اشطفه تاني واطلع بقى الحوايج من قلب البط وكده، لان الحوايج ديت انا هخليها طبخة لوحدها. يعني انا عملت لابو عمر الكبدة عشان ياكلها يتعشى بيها، وما رضيتش اعينها عشان ما تسودش. حلاوتها في حموتها، الصبح رابح فعلا يا جماعة. والحوايج ديت قلت ايه اللي انا عينها. انا عاوزة اقول لكم بقى اللي البط ده يا جماعة كان عامل زي الاخوة الاعداء. كبروا بقى وبقوا كلهم ذكورة، بيتضربوا مع بعض كأنهم بيتضربوا على الورث. عارفين الاخوات اللي امهم وابوهم ميتين وفي ورث ما بينهم وبيتقاتلوا على الورث؟ هم دول بيتضربوا مع بعض كأنهم بيتضربوا على الورث. ربنا يكفينا الشر يا رب، والله العظيم. فقلنا لا، اشيل ده من ده يرتاح عنده ونقسم الورث، ونريح البط من بعضه ونذبح بقى. يعني اللي شادد حيله ومستقوي لا نطير رقبته، وسيبنا الباقي بإذن الله المقلب الجاي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وقمت بقى هلا بيلا رايحة على الفريزر. عينت بقى حاجتي رصيتها زي ما انتوا شايفين كده. الفريزر بتاعي فاضي. انا عاوزة اجيب شوية طماطم. انا اهم حاجة عندي الطماطم. امتى الطماطم ترخص يا جماعة؟ يعني الطماطم الكيلو ب50 ليه يعني؟ ليه؟ ظلم والله العظيم. ربنا يعيشنا في ستره دايما يا رب. دي الحاجة بتاعتهم، والحمد لله تمت بحمد الله وعقبال كل مرة. اشوفكم على خير.